السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنع أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الحدث في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، سواء بأدائه المبهر والمتميز في جميع المباريات رغم الإصابة أو بصور عناق والدته التي أدخلته قلوب الملايين عبر أنحاء العالم. وتحول نجم منتخب أسود الأطلس من محبوب الجماهير المغربية إلى مشتبه به باغتصاب فتاة فرنسية، حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الادعاءات بحقه. وبعدما نفت فاني كولين محامية حكيمي جميع الاتهامات الموجهة إلى موكلها واعتبرتها باطلة ولا وجود لها، خرجت والدة اللاعب المغربي عن صمتها لتؤكد براءة ابنها من التهم المنسوبة إليه من قبل الشرطة الفرنسية. وفي تصريح حصري لها، كشفت سعيدة موح والدة حكيمي أن المحامية المكلفة بالدفاع عن ابنها طلبت من العائلة عدم الادلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية حفاظا على سرية التحقيقات. وتابعت: قلبي يخبرني أن ابني بريء وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهده له بأخلاقه العالية والمتزنة ولا يستحق ما حصل له. وعما إذا كانت تحدثت مع ابنها بعد اتهامه، أجابت سعيدة موح: نعم حدثته في الموضوع وأقسم لي أنه بريء، متسائلة كيف يعقل أن يتهم أشرف في ليلة وجود زوجته في منزلهما بفرنسا، حيث هناك الكثير من الحراس وكاميرات المراقبة في كل الاتجاهات.